عندنا أكبر معدل هو 18.93. هذا للتلميذ وردي أمير طاهر من ثانوية خواص حسن الأربعاء 3 الشعبة رياضيات. أيضا عندنا تلميذ الثاني بمعدل 18.92 المسمى عباس ميساء، مسمى التلميذ عباس ميساء. هذه رياضيات، شعبة الرياضيات من ثانوية ورز الدين عاشور تجانيف. المرتبة الثالثة عندنا أيضا للتلميذة مجاهد لينا من ثانوية أول نوفمبر بكيرة، شعبة الرياضيات تحصلت على 18.88. بالإضافة إلى ذلك أيضا المرتبة الثالثة مكرر 18.88 للتلميذة أو التلميذ صاحب أينياس نايليس علوم تجريبية من ثانوية الدحماني محمد بغني. هذا بالنسبة للتلاميذ. بالنسبة إلى ترتيب المؤسسات عندنا أولا نذكر 3 فقط مؤسسات أو ال5 الأوائل. عندنا بالنسبة ثانوية العقيد عمران عمر فريقات تحصلت على 88.89. الثانوية اللي بعدها ثانوية المجاهد متوفي أيت أحمد حمد الحسين عين الحمام بنسبة 85.52. وأيضا المرتبة الثالثة لثانوية الشهيد إسماعيل وقاسي تيميزان بنسبة 85.15. وأذكر أيضا المرتبة الرابعة ثانوية المجاهد المتوفي خاتي وسعد بني دوالة بنسبة 85.04. وأخيرا المرتبة الخامسة لثانوية الأخوين الشهيد سعد وحسين وسعد ومحمد سعيد سوق الاثنين، هذا أيضا بنسبة 85.03. هذه النتائج بالنسبة إذا عندنا بالنسبة لعدد التلاميذ المتحصلين على معدل أكبر من 18 هي 109. نعم. بالنسبة إلى 119 ما عندناش، مثل العام الماضي أيضا ما عندناش 119. عدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 17 339. عدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 16 هي 961 تلميذ. وعدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 15 1893 تلميذ. هذا من ناحية. العام الماضي لا تذكروا كان عندنا عدد التلاميذ المتحصلين على 19 ما كانش، وعدد التلاميذ المتحصلين على 18 هي 51، وهذا العام 109. العام الماضي أيضا كان عندنا عدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 17 240، وهذا العام اللي محصلين على أكثر من 17 439. شوفوا يعني أرقام سنوية. بالنسبة للعام الماضي عدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 16 عندنا 1618، واللي هذا العام اللي تحصلوا على أكثر من 16 961. بالنسبة أيضا لعدد التلاميذ المتحصلين على أكثر من 15 العام الماضي كان 1202، وهذا العام 1893. إنها نتائج فعلا مبهرة تعبر فعلا عن نفسها، وبالتالي نحمد الله على هذه النتائج ونهنئ أنفسنا وأبنائنا وكل الجماعة التربوية عبر تراب ولاية تيزي وزو، ونقول لهم شكرا خاصة لأساتذتنا الكرام الذين بذلوا. وهذا ما تركنا نتنبأ بأن النتائج ستكون في مستوى هذه المجهودات وفي مستوى هذا الهدوء. بارك الله فيكم.